السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام طارق. النهاردة هنشرح حاجة، بس قبل ما نشرحها خلينا نحكي لكم حاجة كده. أي واحد، أنا النهاردة الدرس بتاع موجه لمصممين الويب أو مصممين أو الويب ديزاينرز. أنت كمصمم ويب لما بتحتاج أي صورة أو أي فيكتور تروح تجيبه. كانت الأول بتحطه في هيئة صورة، فلما بتكبر بيكبر بتواجه مشكلة إنه يبكسل. بعد كده الموضوع اتطور، بقينا نستخدم ال SVG، بس ال SVG بيتقل الصفحة شوية نوعا ما. فاضطر شوية بقينا نستخدم فونت اوسم. طب نفترض ان انا عندي ايقونة معينة انا عايزها ومش موجودة في فونت اوسم، هعمل ايه؟ قاعد الف حول نفسي، في الاخر هضطر اجيبها اس في جي. النهاردة انا جبت لكم حل مختلف خالص، مش هنجيبها اس في جي خالص، بل بالعكس احنا اللي هنعملها واحنا اللي هنخليها ايقونة. يعني شرح النهاردة هو ان احنا نحول الاس في جي ملفات الفيكتور لايقون لفونت ويب فونت زيهم زي فونت اوسم بالظبط، زي الجليف ايكون بتاع بوتستريب. هنبدأ الشرح. دلوقتي هنا انا جايب معايا كام ايقونه، جايب معايا 9 ايقونات هنا، كلهم اس في جي تقريبا. مفيش، انا متاكد مفيش ولا واحده فيهم موجوده في اي ايقونه، لان مفيش ولا واحده ويب ديزاينر هيستعملها. بس انا بتكلم النهارده بشكل مجازي. احنا ممكن نستعملها في ان احنا مثلا اللوجو بتاع شركه نجيبه على هيئه فيكتور ونعمله كده. فهم عندنا هم دول ايقونات اهي، كلها ايقونات بتاعت حيوانات. انا جبتها من موقع فريبك، انما انا ممكن ارسم حاجه بايدي واستعملها. فعندنا هنبتدي دلوقتي نشتغل عليهم. الاول بنجيب كل واحده، كل ايقونه احنا عايزينها بنجيبها اس في جي منفصل زي كده اهو، كل واحد فيهم اس في جي منفصل. بعد كده نقوم مدخلينهم على الالستريتور او انكسكيب، اي برنامج بيدخل من اس في جي. ونبتدي نتاكد ان هم مساحتهم، لان هي دي هتبقى مساحه الايقون بتاعتها. ونبتدي من الحواف، يعني مفيش حواف تبقى زي ده كده اهو، يعني في مساحه هي كده. المساحه دي كلها خارجه، ملهاش لازمه، منستعملهاش. احنا جايبين هنا كده الارك بالطول. طبعا اي حد لازم يعمل الحاجه دي يكون فاهم في البرنامج. الشرح النظري في البرنامج اهو. وهنقوم مظبطين الحواف كده اهوت. بعد كده هنجيب الايقونه ديت. انا مثلا عايز الايقونه دي تبقى حوالي 200 بكسل، 172. فهنخليها مثلا، هنشغل الربط هنا ونخلي 200 بكسل اهي. بعد كده نجيب الأوتبوت تول واهي. بعد كده هنحفظها، الصورة بتاعت هورس هير ديت اتحفظت خلاص. هقفلها من هنا وهاجي هنا كده. مثلا انا الاول دلوقتي ما بعملش حاجة اكتر من ان انا بأكد على الحواف. هنسمي دي مثلا هورس دي، او مثلا هنخليها كده مش هنحط كده عشان منتشر كده. طبعا لو عملت دوت ما هيفرقش حاجة، انت ممكن تخليها حرف عادي، انما انا عايز اخليها مظبطة حرف اهي. الايقونة اهي برضه هنخليها دي 500 كويسة ماشي. بس ضخمة أوي، احنا هنخليهم كلهم على 200 اهو. طبعا احنا هنخليهم كلهم على 200 لان احنا دلوقتي بنتكلم على فونت. فونت احنا مش هنحتاج، مش هيبقى فارق معانا اوي موضوع والفونت مش هيبقى فارق معانا موضوع السكيل دوت اهو. كده حفظناها. دي هنخلي اسمها باترفلاي 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 يعني باترفلاي. دي تاني واحدة في وراشة اهي. في عندنا دي ايه؟ دي لو برج الثور، لو حد اول لو ايرس 27 نخليها 200 برضه. دلوقتي مخليين الهاي بتاع كله 200. وانا جايبين الارت برضه ونبتدي نعمل لها سكيل اهو كده ظبطت. طبعا الصور دي كلها مش موجودة في الفونت، مش موجودة في أي نوع من أنواع الفونتات الموجودة. أنا دورت إن أنا حبيت أجيب حاجة مش موجودة عشان بس محدش ينرد على حاجة. فعندنا ايرس اهي، هنخش فين هي، هنقوم مسمينا فين هي اهي. ايرس سيمبل، هنخليها ايرس بس. هنشرح الموضوع من أول لآخرته لغاية ما نطلع أيقونة زي الأيقونات بتاعة الفونت أوسم وبتاعة الجلاف أيكون بتاع البوت ستراب عشان حابين نستعملها. وطبعا سهلة، أنا ممكن نعملها على اللوجو بتاع الشركة أو حاجة شبه كده. أو دي عملناها، دي هي بتاعة الشركة، ظبطناها وقمنا سايبين اهي. دلوقتي انا هعمل بوش بس اظبطهم كلهم وارجع لكم نعمل عرض سريع ليهم عشان وقت الوقت. ورجعت لكم بعد ما خليتهم كلهم العرض بتاعهم 200 بوينت او 200 بكسل 199.
200 اهو، 200 كلهم كده. والمهم ان احنا كده من حوالي اهو. طب واحد يقول انا رسمت صورة بالإلستريتور وعايز احفظها اس في جي. فاحنا مثلا فتحنا اهو، هنخلي دي 200، 200 بوينت ل 200 بوينت مثلا. انت بتخلي المساحة زي ما انت عايز الايقونة بتاعتك. انا عايزها 200 اهي. مثلا هقوم راسم كده اهو حاجة كده خلاص اهو اهو. مثلا طبعا الكلام ده كله مش حقيقي، انا مش هستعمله اصلا، انا مجرد بس بعرف ازاي نحفظهم عشان احسن طريقة لحفظ ما يبوظوش مننا اهو. مثلا هنجيبهم كده واحدة جوه، هنجيبهم من الجنب لفوق، وهنخليها تبقى واخدة 100%. انا هخليها تاخد ربع الارض برضه بالظبط اهو. نفس الكلام مع الحاجة دي اهو. نلاقي كده اهو. طبعا واحدة تانية برضه هنخليها 100 100. وهنخلي أي لون مثلا كده خلينا 100 100. طبعا أي حد بيعرف الإلستريتور مش هيحتاج الكلام ده كله، عارف اهو. مثلا صورة زي كده بس عايزين نخليها لونين بس، هنخلي لون مثلا اسود عشان موضوع اللون بيفرق مع الخطوط جدا. هنخلي الاتنين دول بيض مثلا. لا عندنا دي نسبة لون بيضاء اهو. هنيجي نحفظهم من فايل، هنقول له اكسبورت فور سكرينز. طبعا هنا هنجيب من هنا هو بي ان جي، لا هنقوم عاملين كده قبل الأخير اس في جي. سيب المكان ده كله وهنختار هنا الفولدر اللي هنحطهم فيه. النسخة اللي أنا بستعملها من الإلستريتور اللي هي النسخة السي سي، آخر نسخة تقريبا أو اللي قبل الأخيرة أهو. أنا حافظينها النهاردة، نقول له سيلكت فولدر وهنقوم جايين هو بس كده نقول له اكسبورت ارت بورد. دي بتنفع كمان لو في أكتر من ارت بورد في النت أو كده. لا احنا الملف دلوقتي هنبص على إضافة الملف أهو ارت بورد 1 دوت اس في جي. أنا مثلا هخلي سكويرز. هنخلي بالنا برضه من الأسماء لأن الأسماء هتكون هي اسم الفونت. دلوقتي احنا خلصنا اللي كنا بنعمله. نقفل ده كله. كده عندنا 10 ايقونات اهو. عايزين بقى ندخلهم في ملف واحد. هنفتح موقع اسمه ايكومون، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. ده موقع بيديك ايقونات تقدر تحولها، بيديك صور اصلا فيكتور تقدر تحولها لايقونات. ده اللي تقدر تحولها لفونت، لو فونت. دي الخدمة الأساسية منه. في خدمة فرعية تانية هي اللي احنا هنستعملها دلوقتي. احنا لو عايزين ناخد حاجة مع موقع مثلا الايموجيز بتاع الفيس ديت، انا مثلا بستخدم ده وده وده اهو 3 خلاص. اختار اللي احنا عايزينه ايا كان العدد، لو اختارهم كلهم مش هيقولنا لأ. لو طالعين بقى احنا دلوقتي عايزين ندخل حاجة من عندنا مجهز مش عايزين نستعمل في الموقع، هنقول امبورت فونتس، امبورت ايكونز. هيفتح لنا ويندو اهو. هنخش على النيو فولدر اللي احنا حاطين فيه الايقونات. 10 ايقونات اس في جي هم، هنقوم نختارهم كلهم ونقول له اوبن. دخلهم لنا هم كلهم، هم دخلوا تقريبا. دي الالوان سيبني منها اهو. هنختارهم بقى اللي احنا دخلناهم انهم كده دخلوا على الموقع. انا مختارهم مثلا كده اهو اهم. كده احنا اخترنا كل الايقونات اللي احنا حطيناها عشان نعملها. وده بينفع كمان في ان احنا نقدر نستعمله في ان احنا ناخد ايقونات معينه من المكاتب. يعني مثلا شويه ايقونات من جلف ايكون موجوده على شويه ايقونات من فونت اوسم،